يعد مطعم مراكش الذي يعود لصاحبه بودينار بولاية وهران من الأماكن الأكثر استقطابا للسياح نظرا لما يقدمه من خدمات وأكلات تقليدية. المزيد في هذا التقرير لسارة فرندي وبردة أقشيش. لكل مستثمر طريقته الخاصة للنهوض بالسياحة وتقديم الصورة الأحسن لبلده. السيد بودينار مغربي استقر بوهران واستثمر في المطاعم الفاخرة. تو سكونا في هنا في المطعم سي بور ناس وهران، للضيف اللي يجي لوهران واللي يجي الجزائر بصفة عامة. دايرين اختصاص الطبخ المغربي التقليدي. الفكرة جاتنا كنا نمشوا بزاف المغرب، حبينا هاد لاكتيفيتي، حبينا لي زوندغوا اللي كنا نروحوا لهم في المغرب. هندسة معمارية رائعة، لمسات نحاسية أبهرت الوافدين على المطعم الذي ساهم في جذب السياح وإعطاء صورة حسنة عن ولاية وهران. لي بلا تاوعنا سي متنوعين، سي دي بلا سي دي غرياد ماروكان، اون بليس سي دي تاجين كوم طنجية هي مختصة بها مدينة مراكش وحنا نديروها هنايا في هذا الريستوران. بون توت سورت دو تاجين، ونرحبوا بكاع الناس اللي جايين من كل بلاد اللي كانوا يبغوا يروحوا للمغرب ما عندهمش لي مويان باش يروحوا للمغرب، نقولوا لهم باللي المغرب جبناها لكم الجزائر.